ماشي في ميدان طلعت حرب. طبعا معانا ضيفه النهارده من الخليج، وده هنوصل بيه رساله معينه، ومعانا كوكو هندي اخضر وهنوصل برضو بيه رساله معينه، فخليكم معانا لاخر الفيديو. عندهم اشياء تجنن، تخيلوا جاسوس مطر. احدد اللهجه بالظبط هي من انهي دوله، ولكن هي اخت عربيه ماشيه في شوارع مصر من غير ما حتى حد يفكر ان هو يبص لها بشهاده الكاميرا بتاعتها. صراحه هذا السوق حلو، تشترون منه كعوب وشنط. للأمانة مرة تعجبني كعوبة، وفي محل هنا يبيع كعوب مريحة يا بنات. رايحين ورجاله جايين، مفيش حتى حد شغله هي بتصور ليه، هي لهجتها ايه، هي مفيش شغل الافلام اللي انتوا بتشوفوه ده والله ما موجود. سعرها ترى زي عندنا 200 300 ريال. حتى والله هي اللي بتوطي الكاميرا عشان ما تجيبش ناس من غير ما تستأذنهم في التصوير، والله كلك ذوق والله. شوفوا بنفس ميدان طلعت حرب هذا سندباد بعصير مرة طعم. واحدة ست جميلة خليجية ضيفة جاية عندنا هي والله، وزيها كتير رجالة وستات بيمشوا في شوارع مصر بيقولوا في حقنا أحسن كلام. كوكو عايز يقول إيه؟ كوكو هندي أخضر في جماعات منظمة إلكترونيا يطلق عليها الهنود الخضر أو الذباب الأخضر، ده هدفها الرئيسي تدمير الشعوب العربية، تدمير الثقة ما بين الشعوب العربية، تدمير الوحدة ما بين الشعوب العربية، وبتبدأ من الكومنتات عندنا على الفيديوهات السلبية أو الإيجابية. إحنا كلنا واحد، إحنا ممكن بكومنت واحد الدنيا تقوم ما تقعدش والله. إحنا ما ينفعش نكون الوقود أو الحطب اللي بيستخدم لإشعال نار الفتن ما بين الشعوب العربية. الجانب الإيجابي اللي محدش شايفه، وانتوا بنفسكم اللي بتشيروا الجانب السلبي في كل المنصات على السوشيال ميديا. الكومنتات السلبية دي عمرها ما كانت من المواطنين، عمرها ما كانت من الشعوب. الكومنتات السلبية دي لجان إلكترونية موجهة عليك تقطبوا بيها أهل الغيرة وأهل الفزع على أوطانهم العربية، وتلاقي نفسك بعد كده وقود لحرب مش بتاعتك ومع واحد أخوك. حضرتك لو تفاعلت مع كومنت سلبي انت بالظبط أكنك بتحارب بالوكالة، أكنك بقيت مرتزقة من غير ما تشعر. بالك الناس دي مننا وتحمل جنسياتنا، بيتكلموا بلساننا ودينهم ديننا، لغتهم لغتنا، لكن هم من جواهم طبعا انتوا عارفين هم تبع مين. ولازم تبقوا عارفين غرضهم كويس. ولازم ارجوكوا بعد الفيديو ده ارجوكوا محدش يتفاعل مع اي تعليق سلبي. تأكد مليون في المية اللي بيقول مصر كذا ده مليون في المية ان التعليق الايجابي لصالح السعودية بس تحس ان في فتنة ده عمره ما كان مواطن سعودي، والتعليق الايجابي بس تحس ان في نغز من تحت لتحت ده لصالح مصر هو عمره ما كان مصري ولا عمره كان عربي. بيضحكوا عليكوا، اوعوا تنصاعوا ورا التعليقات السلبية، مصيبة. كل غرضنا من الفيديوهات دي ان احنا نوصل الجانب الايجابي. حتى في فيديوهاتنا عمرنا ما اهتمينا ان احنا نعمل مقارنات ما بين الضيوف وبعضهم. الذباب الالكتروني او الهنود الخضر بيخشوا على التعليقات يخترعوا الفتنه ويخترعوا المقارنه. بلاش نحارب بالوكاله علشان نبقى فايقين لعدونا كويس وشايفينه وراصدين تحركاته. لو عجبك النوع ده من الفيديوهات استناني في فيديو جديد. سلام.